السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل جماهير الاتحاد السعودي حوالين العالم. ما زالت جماهير الاتحاد تنظر لبعيد وتترقب الصفقة المقبلة. الصفقة المقبلة لنادي الاتحاد لازم تكون مدافع، وده لأن بكل أسف خسرنا طارق حامد وخسرنا أيضا أحمد حجازي بسبب الإصابة، وهم على الأغلب فسخوا عقودهم، ولكن منتظرين عقود أفضل في الدوري السعودي برضو بإذن الله إن شاء الله. اللي أنا هتكلم عنه النهاردة هو اسم قوي جدا جدا، وهذا الاسم بات قريبا ويكاد يكون وقع مع نادي الاتحاد السعودي. أنا بتكلم معاكم عن لاعب فرنساوي من مواليد مدينة ليل، عنده حوالي 30 سنة، مدافع من العيار الثقيل، يحمل الجنسيتين الفرنسية وجنسية إحدى الجزر على محيط الكاريبي اسمها ماركيت أو ماركيتيه، وهو يحمل الجنسيتين. اللاعب قيمته السوقية الآن 35 مليون يورو. أنا بتكلم معاكم تحديدا عن مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رافائيل فاران، أو لو هنقولها باللهجة العربية اللي احنا متعودين عليها رافائيل فاران، عادية جدا جدا يعني. وكل الصحف لحقت تنزل الخبر النهاردة الصبح. الوسيط مفاجأة، فاران على رادار الاتحاد السعودي. دخل الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد ضمن حسابات الاتحاد، حامل لقب الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويحاول الاتحاد استخدام مدافع لتعويض غياب قائد الفريق أحمد حجازي، والذي سيستمر عدم تواجده حتى نهاية العام الحالي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي. وذكر موقع سبورتس زون الفرنسي أن إدارة الاتحاد تواصلت مع ممثلين لفاران للاستطلاع عن رأيه في تمثيل نادي العميد الاتحاد السعودي. ويعمل الاتحاد على محاولة ضم بعض من اللعيبة إلى جوار كريم بنزيما وبقية اللعيبة المحترفين. والموقع الفرنسي أيضا ذكر أن الثنائي بنزيما وكانتي يحاولان الآن كوسيطين لإغراء فاران للقيام بخطوة مماثلة مثلهما والانتقال طبعا لنادي الاتحاد السعودي. ومع ذلك وحتى الوقت الحالي فاران ما زال متردد على هذا الأمر. طبعا بكل تأكيد وجود بنزيما هيكون أمر مؤثر في إقناع فاران على تمثيل نادي الاتحاد السعودي. ننتظر الأيام المقبلة ونشوف يا ترى مين اللي هيمثل هذا الجانب المهم من نادي الاتحاد، مركز الدفاع كبديل لأحمد حجازي. إلى هنا انتهت حلقة اليوم، ودمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.